بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه المندي بطريقه تحفه وسهله خالص. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا هبتدي في البهارات على طول. من كل حاجه كده حاجه صغيره: توم بودره وبصل بودره وبابريكا وكمون وكركم وبهارات فراخ ورشه حبهان ورشه قرفه والملح حسب الرغبه ومعلقه اكل زيت نباتي. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وانا غاسله عندي الفراخ بالملح والخل والدقيق كويس جدا. هحطها طبعا الكميه تقديريه حسب احتياجك. انا قاعده في التتبيله، انا بحب بالنسبه لي بخليها من بالليل للصبح. لو انت مستعجله عليها ممكن تعمليها وتشتغل فيها بعد ساعتين 3 كده على طول. انا هسيبها بقى تتنقع وبعد كده اقول لكم نكمل الوصفه ازاي. مرور الوقت في التتبيله حطيتها كده في صينيه ومشغله الفرن عندي من قبل كده. هغطيها بس بورق فويل وادخلها الفرن لمده ساعه او ساعه وربع حسب كل واحده والفرن بتاعتها. وعند ما تدخل في السوا هحطها بس 3 دقايق او 4 دقايق تحت الشوايه، واثناء ما الفراخ تستوي هنعمل مع بعض الرز. عندي طاسه على النار فيها معلقه زيت كبيره وفيها فصين مستكه. هنزل بحبوب صحيحه، ورق لورا اللي هو الغار، وكمان كام عود قرفه كده، وفصين حبهان، وكمان قرنفل اللي هو المسمار. هسيبهم بس كده ريحتهم تطلع مع الزيت. عندي بصلايه صغيره مبشوره عليها رشه فلفل اسود. هسيبها تتشوح، مش عايزاها تاخد لون، مجرد بس تدبل وريحتها تطلع. غسله الرز ومصفياه. طبعا هي بتتعمل رز بسمتي بس انا للاسف خلصان من عندي فعملتها برز مصري. لكل كوبايه في المصري قصاده كوبايه ميه او كوبايه شوربه، والبسمتي كوبايه ونص او كوبايتين ميه حسب نوع الرز اللي انتي جايباه. هبتدي اسقيه بالشوربه او بالميه. هظبط الملح بتاعي، واول ما يبتدي يغلي ههدي عليه النار لحد ما يتشرب. دي استوى وكمان الفراخ استوت. عندي هنا مدوبه بودره زعفران، لو مش متاحه ممكن كركم في حبه ميه صغيرين كده، ووزعيهم عشوائي عشان لما نيجي نقلبه ياخد اللون دوت. وهرص الفراخ على الرز. مجهزه ورقه فويل وحاطه فيها كده معلقه سمنه او زيت والفحم مولعه، واغطي عليه وكده خلاص جهزت معايا. عايزه اقول لكم طعم وريحه فوق الخيال. النهائي بعد ما عرفته في سيرفيس التقديم، عايزه اقول لكم طعمه وريحته بجد تجنن. انا زينته بالزبيب وجوز الهند. اي نوع مكسرات لو مش متاح مفيش مشكله. يا ريت تجربوه تسيبوا لي كومنت رايكم فيه ايه، وما تنسوش تفعلوا جرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.